السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في ناس كتيرة بتدور على الاكتفة بتاعة ويندوز 10 بعد ما نزلته وعرفت ان هو عايز يتأكتف عشان يقدروا يقوموا بيه كل المهام اللي هم عايزينها بسلاسة وبسرعة. تمام، دلوقتي هندخل على، انا رافع الاكتف على ميديا فاير. الملف طبعا مضغوط، بعد ما تحمله وتفك الضغط عنه بينتج معاك الملفات دي. تيجي عليهم run as administrator وتدوس على yes. تيجي على اول خيار برضو يظهر لك فيه النافذة اللي ظهرت دي activate windows، تضغط عليه. هيبدأ يعد معانا لحد ما يظهر كلمة completed ظهرت اهي. تمام كده الويندوز بتاعنا اتأكتف. تمام، عشان يبقى كملنا الخطوات كلها صح لازم تعمل ريستارت للجهاز بتاعك. انا طبعا عملت قبل كده فمش محتاج ان انا ارستر تاني. بعد ما الرستارة تخلص والجهاز يفتح معاك هتلاحظ ان مفيش الكلمة اللي كانت بتظهر في المنطقة دي بالظبط، مش هتظهر تاني. واول ما تيجي تغير اي شكل في الايكون في اي حاجة في الجهاز نفسه مش هيجي لك الرسالة اللي كانت بتظهر هنا ان الويندوز محتاج يتأكتف. وكده يبقى انت اكتفت الويندوز بتاع حضرتك بشكل كامل. واتمنى ان الحلقة تكون عجبتكم. يا ريت لو عجبتك الحلقة تعمل اشتراك في القناة ولايك على الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.